السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير حبيباتي الغاليات، أرحب بكل المشتركين الجدد في قناتي. اليوم جيت نشارك أول موديل على القناة، هي قندورة سامبل، إن شاء الله تستفادوا منها. اسمحوا لي ما درت لكمش الفيديو كامل لأنه الفيديو تليفوني ثقيل وما يصورش بزاف، وما فيش لي سباس، لهذا ما صورتش الفيديو كامل. هذا موديل سامبل، المرأة في الكبيرة شوية في الخمسينات، إن شاء الله تستفادوا منه. هذا الفيديو هو فيديو نوعا ما تحفيزي، هكذا بنشجع البنات باه يخيطوا، لانه الخياطه والله سهله، بصح لازم تكونوا تحبوها اولا، ثانيا تتعبوا شويه، ثالثا لازم تكون عندكم الرغبه المشتعله كما يقولوا، هي التي تجعلك يعني تحبي الحاجه اللي راكي تخيطي فيها ولا راكي تخدمي فيها ايا كانت. لازم ديري هدف في هذه الحياه، ما تبقايش هكذا دون هدف. حاولي واستمري وما تستسلميش للوضع اللي راكي فيه، مهما يكون الوضع اللي راكي فيه، مهما انك تعاني في حياتك ولا من راجلك ولا من ولادك ولا، المهم ديري صنعة في يدك. مثلا الخياطة، خيطي الروبة نتاعك، خيطي لأمك، خيطي لأختك، تعلمي فيهم، ومن بعد ابدا خيطي للناس. ان شاء الله ربي يوفق كل وحدة حالة يديها للرزق، ان شاء الله ربي يرزق كل وحدة محتاجة يا رب العالمين. انا ما تعلمش الخياطه بالسهل، تعلمتها بشويه بشويه، نتعني ربي. كنت مع واحده ولكن ما استمرناش، وبكي راني نخيط للعائله نتاعي. المهم عندي صنعه في يدي، نفرح امها نفرح خواتاتي بالشي اللي قدرت عليه وقدرني ربي عليه. هذا موديل خيطته لخالتي، ان شاء الله يعجبكم وتستفادوا منه. ايضا في اخر الفيديو بعض موديلات للاستفاده فقط، منقولين للامانه. هيا البنات ديروا النجام هكذا في القناة باش نستمروا، باش دايما نشارك معكم الموديلات اللي راني نخيط فيها. هذه بعض الموديلات من مواقع التواصل الاجتماعي، هكذا باه تستفادوا، تكون عندكم نظرة ولا وحدة توجد في روحها ولا عندكم مناسبة تستفادوا منهم إن شاء الله. ما تنسوش البنات تديروا النجام هكذا باه نستمروا في القناة، لأنه عندي في القناة 30 ألف مشترك، ولكن التفاعل ناقص بزاف. من فضلكم حبيباتي ديروا لجام باه نستمر في هذه القناة. أعيد وأكرر، كل واحدة عندها موهبة تستغلها، لأنه وقت هذا الوقت يعني والله تندموا أنكم ضيعتوا الوقت نتاعكم في حوايج تافهين، خاصة ما هذه وسائل التواصل اللي راها جات يعني ولا غير تخرب العقول وما تخليكش تحقق أهدافك. هما هذو اللي راهم دايرين وسائل التواصل الاجتماعي وكل مستفيدين منها، ولكن نتوما لازم ديروا حوايج هكذا تحققوا أهدافكم. مهما تكون عندك صعوبات في حياتك الزوجية أو المهنية أو العائلية، المهم حاولي ما تبقايش هكذا دون هدف. خيطي، ابدعي، المهم ديري حاجة أملاي بها الفراغ ديالك هكذا، باش تكون عندك، تكوني عنصر فعال في هذا المجتمع، ما تكونيش هكذا برك عايشة على باب الله. لا حبيبتي، ديري حاجة هكذا تشتهري بيها، حاجة هكذا حقيها، أيا يكن الحاجة اللي عندك. ما تستصغريش الهدف نتاعك، ما تستصغريش الحلم نتاعك. لا، كاين عباد في السوشيال ميديا ما كانوش يحلموا برواحهم انهم يشهروا، ما كانوش بالصحة وصلوا، لانه كان عندهم هدف في رؤوسهم انهم يوصلوا. هكذاك انتم ديروا حبيباتي صنعة في يديكم وتوكلوا على ربنا.